قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ياريت ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع آني اللي بتدخل لفريق رياضي وبنشوفها مع أصحابها، وجارلي بيديلها هدية وبيتفقوا إنهم يروحوا السينما بالليل. وبترجع آني لبيتها وبتلاقي أخوها توم راجع للبيت تاني، وبيقعدوا ياكلوا سوا ويدردشوا شوية. وبعدها بيقولوا لآني تقوم تجيب أكل لأخوها، بس بيبقى فيه رسالة علشانها وهم عاملينها مفاجأة ليها. وبتفتح آني الظرف وبتلاقي جواه إنها اتقبلت أخيرا في الكلية اللي عايزاها، وبتقول لمامتها إنها لازم تروح لجارلي وبيجي علشان تقول لهم الخبر ده. وبتفضل مامتها قلقانة عليها عشان لازم ترجع بدري للبيت، وبيبارك لها أهلها على الخبر الحلو ده. وبتروح آني عشان تقابل أصحابها، وبتكون ماشية ومستمتعة جدا باسطوانة المزيكا الجديدة اللي اشتريتها علشان جارلي، وبتروح للعربية بتاعتها. بس وقتها بيظهر شخص وبيحاول يخطفها، وهي للأسف مش بتقدر تهرب، ومفيش أي حد من الواقفين بيروح يساعدها، وبياخدها الخاطف وبيهرب. وبتوصل الشرطة بعدها بساعة لمكان الحادثة، وبيحاولوا يجمعوا كل الأدلة اللي في المكان، وبيلاقوا سلسلة آني على الأرض. وكمان بيعرفوا إن العربية متسجلة باسم دون سلوتي، واللي كانت بتسوقها هي آني سلوتي. فالمحقق أول ما بيسمع الاسم بيسكت شوية، وبتقول له مساعدته هو أنت تعرفهم. ووقتها بيكون دون وتوم في البيت، وبيروح مايك المحقق لبيت آني وبيقول لهم على اللي حصل. لكن مامتها بتكون مش مصدقة، وبتقول له إنها راحت من زمان لبيت بيج، وبيقول لها مايك إنها راحت المجمع التجاري كمان. فبتقول له إنها كانت هناك عشان تشتري اسطوانة مزيكا. فبيقول لها مايك إن الشهود شافوها وحد بياخدها بالعافية وبيخطفها. وبعد ساعتين من الحادثة بتصحى آني بتلاقي نفسها في عربية الخاطف، وبتكون مجروحة كمان. وأول ما بتشوف الخاطف بيطلع هو المسدس، وبيقول لها مفيش صريخ هنا، وانتي ليه صرختي من الأول؟ فبتقول له آني علشان انت كنت بتضربني. فبيقول لها بعد كده الخاطف تقوم تقعد عادي في العربية. بس آني بتكون قلقانة جدا وقتها ومش عارفة تعمل ايه، وبتفكر انها تفتح باب العربية وتنط منها، لكنه بيكون أذكى منها وبيقفل القفل بتاع الباب وبيفتحه أكتر من مرة. وبيفضل يعمل كده كتير بالمسدس وبيكمل طريقه. وبتكون الشرطة في بيت آني عشان لو حصل أي حاجة، وبيبلغوا الطرق بمواصفاتها وإن أكيد الخاطف هيكلمهم، فهم هيستنوه يتكلم عشان يتعقبوا المكالمة. بس ده بيكون مضايق توم جدا لأنه مش عايز يفضل قاعد مستني ومش عارف أخته فين. وبيوصل الخاطف بعد كده المكان ضلمة جدا، وبياخد آني من العربية وبيربطها، وهي بتفضل تقوله إنها مش هتتكلم ولا هتقول أي حاجة بس يسيبها تمشي. وبتبدأ تعيط. فبيقول لها طب إيه رأيك نعمل اتفاق، لو أنت قدرتي تفك الرابطة اللي عملتها لك أنا هسيبك تمشي. وبعدها بيرمي آني على الأرض، فبتقوم وبتحاول تدور على أي حاجة حواليها عشان تساعدها، بس بتفضل تخبط في الشجر وفي حاجات كتير عشان عينيها مربوطة، لحد ما بتتخبط في سلك فبتحاول تقطع بيه الرابطة، بس للأسف بتفشل وبتقع. وبياخدها بعد كده الخاطف وبيكملوا طريقهم. وبتقول له آني ممكن تفك إيدي لأنها لسه بتنزف، بس مش بيرد عليها الخاطف أصلا. وبيلاقي حاجة على وشها فبيبدأ يمسحها، لكن آني بتفضل تزعق معاه عشان يبعد عنها، وهو بيقول لها اثبتي، لكنها مش بتسمع كلامه. فبيعملوا حادثة والعربية بتتقلب على جنب الطريق. وبعد 5 ساعات من الخطف بيوصل الصحفيين والإعلاميين لبيت آني عشان ينقلوا الخبر، وبيكون الجو كله مكهرب. وبيقول لهم توم إن في صحفيين كتير بره، فبيقول له المحقق كل ما صورة آني تنتشر أكتر هيكون ده في صالحها، وكمان هتقل الأماكن اللي ممكن يستخبى فيها الخاطف. وبيقول للمحقق إن ده ممكن يخوف الخاطف فيقتل آني، بس دي مخاطرة كبيرة وقتها ولازم يعملوها. فبيقول ريس للمحقق مايك قول لنا إيه المفروض نعمله. وبيطلع وقتها مايك للصحافة وبيبدأوا يسألوه عن اللي حصل. فبيقول لهم إن من 5 ساعات آني سلوتي اتخطفت من المجمع التجاري من شخص مجهول الهوية. وبيبدأ مايك يقول مواصفات شكل آني وبيطلع صورتها للإعلام، وبيقول لهم كانت لابسة إيه كمان. وبيطلب من كل المواطنين إنهم يستعدوا ويبلغوا فورا لو كانوا شافوها أو شافوا الخاطف، وإن آخر مرة هما الاتنين ظهروا كانوا في عربية سودا وعليها لوحة معينة. وبتسأل صحفية المحقق مايك إذا كانت المباحث الفيدرالية شاركت في التحقيق ده، فبيقول لها إن لو طلعت آني مخطوفة بره المنطقة اللي هم فيها فأكيد وقتها المباحث الفيدرالية هتتدخل. وبيسأل صحفي تاني هو فعلا نسبة من الأطفال اللي اختفوا بيتقتلوا بعدها على طول،
وطبعا ده بيقلق أهل آني أكتر. فبيقول لهم مايك إن ده معتمد على الظروف نفسها وإن ده مش دايما بيحصل. فبتقول له الصحفية طب هو ممكن تلاقوها عايشة بعد 24 ساعة؟ فبيقول لها مايك عشان كده إحنا بنطلب المساعدة وعايزين الناس كلها تتعاون معانا في الموضوع ده عشان يقدروا ينقذوها. وبعد كده بنلاقي أنا والخاطف لسه في العربية بعد ما اتقلبت في المية، وبيقدر الخاطف يطلع من العربية وبيفضل يزعق وبتنادي عليه آني علشان يطلعها لأن العربية بتغرق وهي مش عارفة تطلع. فبيروح لها الخاطف وهي بتفضل تطلب منه المساعدة علشان ما تغرقش. فبيدخل تاني العربية وبيطلع آني من المية وبيقول لها إنه كده أنقذ حياتها. وبتفضل الشرطة موجودة في بيت آني وبيفتشوا في كل مكان يمكن يوصلوا لأي حاجة. وبتكون وقتها مامتها تايهة جدا ومش عارفة تعمل إيه، وبتنزل تقعد مع جوزها وهي منهارة. وتاني يوم بعد الحادثة بيرن التليفون في بيت آني وبيقول مايكل مامتها تحاول تطول المكالمة على قد ما تقدر علشان يعرفوا يحددوا مكانه. لكن لما بترد بيطلع واحد من الصحفيين وكلهم بيكونوا متوترين. وبتوصل وقتها راندلز من المباحث الفيدرالية فبيستغربوا وقتها سبب وجودها. فبيقول لهم مايك إنهم أثبتوا إن عربية الخاطف عدت الحدود وإن ده كده هيكون تحقيق فيدرالي. وبتفضل آني ماشية في الغابة وهي حافية ورجليها بتنزف وبيكون ماسكها الخاطف بسلسلة وبيقول لها إنها لازم تكمل طريقها. فبتقول له إن لو مش واخد باله يعني إن هي بتنزف. فبيقول لها أنا قاصد إنك تحسي بالألم ده. وبيوصلوا بعدها المزرعة وبيلاقوا فيها جرار فبيقرر الخاطف ياخده عشان يطلع العربية من مية. وبتكون المباحث الفيدرالية في بيت آني بيدوروا على حاجات هما كمان. وفي الوقت اللي بيطلع فيه الخاطف العربية من المية بتكون آني بتنحت حروف على الصخر اللي موجود حواليها من غير هو ما ياخد باله. وبتكون في بيت آني واحدة من عيلتهم وبتقول لمامتها إنها لازم ترتاح شوية وتنام، بس هي بتكون رافضة ده تماما ومش عايزة تسيب البيت. بس بتحاول قريبتها تقنعها إنها تمشي علشان تنام ووقتها ده هيساعدها أكيد. وبتسمع كلامها في الآخر. وقريب من حدود نبراسكا بيسأل الخاطف آني لو هي جعانة بس بيرمي عليها وبياخد الأكل هو. وبعدها بيسألها اسمها إيه فبتقول له إنها آني وبعدها بيديها بسكوت تاكله. وبتكون آني جعانة جدا وقتها. وبعد كده بتسأله وانت اسمك إيه؟ فبيقول لها إنهم بينادوني بالجاك، جاك رابد القوي والسريع. فبتقول له آني شكلك بتتعب في شغلك قوي. فبيقول لها مهما كان الموضوع صعب بعرف ألاقي له حل. فبتشتمه آني وبتقول له إنه مجنون. وبعدها بيقول لها إن أخته وجدته راحوا مدرسة الرهبان. فبتقول له آني إن الشخص لو اعترف بذنبه فالرب بيسامحه وبيغفر له. بس جاك مش بيرد عليها وشكله بيتغير شوية. وبتقول له آني عارف زمان في ناس كتير بتدور عليا دلوقتي. فبيقول لها يعني انت مثلا عايزاني اكلمهم عندك في البيت واقول لهم اهلا بنتكم معايا؟ فبتقول له آني مش لازم تكلم عيلتي، كلم صديق مقرب ليا مثلا. فبيقول لها جاك وهتقول لهم انك طالعه رحله مثلا؟ فبتقول له بالظبط. وبيرن التليفون في بيت آني وبيشغلوا وقتها كل الاجهزه وبترد دان وبتعرف ان اللي بتكلمها دي هي آني. وبتقول لها آني انها كويسه وانها هترجع البيت قريب علشان كده كلمتهم. وبعدها الخط بيقطع ومش بيقدروا يحددوا مكان المكالمه. وبيزعق جاك مع آني لانها كان المفروض تقول انها في اجازه. فهي بتقول له انه قفل الخط قبل ما تقول اي حاجه. وبتعيد تاني كات التسجيل. وبيقول مايك ان التليفون ده على الطريق السريع وبيبدا يركز اكتر في المكالمه. وبيقول لهم تقريبا الخاطف كان جنبها عشان كده ما طلبتش تكلم مامتها وان الشخص ده مراقبها كويس جدا. وبتجرب آني تكلم بيجي وبتقول لها انها كويسه وانها بس طالعه اجازه شويه. وبيقفل في لحظتها جاك الخط وبيقول لها يلا نبدا اجازتنا وبياخدها وبيمشي. وبيروح اهل آني بعدها المايك اما بيعرفوا ان آني اتكلمت وبيعيدوا تاني المكالمه. وبيلفت نظر مايك كلمه قالتها آني وبيعرف انها تقصد بيها مدينه وايمونج. وتاني يوم في المدينه بيقول جاك لآني هنروح فين ناخد الاجازه؟ ايه رايك في واشنطن؟ فيها شجر كتير ولا نروح صحراء نيفادا؟ وبيقول لها على اماكن كتير ومنهم يكون. وبيقول لها ان في تجمع للشباب هي هتشوفه قريب وكلهم بيسمعوا مزيكا. وانه اما بيفتكر اللعب والكازينو وان كان في شخص خطير اسمه دان جورو
وإن الليلة دي هتكون كلها حب. وبيقول لها كان في بنت اسمها لو كانوا بيقولوا لها إن الرجالة مختلفين بس هي تقدر تعرف حقيقتهم زي ما بتبصله بالظبط. وبيقول لها أما تكوني لوحدك بره والقمر واضح جدا بيقدر يشوف الأشباح ومش بتسمع أي حاجة وقتها، وفجأة بتتغير الموسيقى. وبعد 5 أيام بيوصلوا البيت بيقعدوا فيه، وبتحاول آني تحفظ هي فين، وبياخدها جاك للبيت وبيبدأ يطلع حاجة ياكلوها وبيجهز الأكل. وبيقول لها إنه اتعلم ده لما كان شغال في الجبال، وبيزعق في آني عشان تاكل لأن الأكل مش بيعجبها. وبيقول لها إنه مش شرير زي ما هي متخيلة، وبيبدأ يشغل مزيكا في المكان. وبعدها بيقول للآني جبتلك هدية، وبيكون خاتم خطوبة وبيطلب منها تلبسه. وبيطلع وقتها من الصالة، فبتروح آني تدور حواليها وبتلاقي تليفون، وهو في نفس الوقت بيحضر حقنة. وبتحاول آني توصل للتليفون بس بتكون مربوطة، فبتوصل له بصعوبة وبيسمعها جاك. وبتكلم آني الشرطة وبتقول لهم على مكانها وإنها مخطوفة بس ما تعرفش الشخص ده مين. وفجأة بتلاقي جاك وراها. وقبل ما نعرف إيه اللي حصل معاها ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا نكمل فيلمنا. وبيعرف أهل آني إنها اتصلت وقالت على مكانها وإنهم سمعوا صوت من المكان وحددوا البيت كمان. وبتوصل بعدها الشرطة للبيت علشان تدور على آني، بس طبعا بتكون اختفت ومش بيلاقوا غير تسجيل شغال ومكان الأكل، لكن بيلاقوا ورقة شجر مكتوب عليها ملاحظة. وبيعرف مايك إن الشرطة اما وصلت كان الخاطف أخد آني وهرب. وبيتعصب توم وبيقول لهم إنه هيروح يجيبها بنفسه، لكن مايك بيحاول يوقفه وبيتخانقوا الاتنين مع بعض من كتر التوتر. وبيفضل جاك يزعق مع آني لأنها كلمت الشرطة، وبيقول لها عملتي كده ليه وأنا أقدر أقتلك دلوقتي. وبتوصل معلومات عن جاك للشرطة، وبيطلع إن دي مش أول مرة ليه وإنهم بيدوروا عليه من فترة. وبيقرروا يروحوا يقابلوا جدته ويتكلموا معاها. وكمان بيروح مايكل هناك وبيخلي جاك آني تفضل تحفر في المكان. وفي نفس الوقت بتكون الشرطة عند جدة جاك عشان يسألوها عنه، وبيكون اسمه الحقيقي توني. وبعد حفر كتير بيقول جاك لآني إن ده مش كفاية وإنها لازم تكمل لو مش عايزة تموت. وبتتعب آني جدا، فبيقول لها إن ده كله علشان هي كتبت عليه. وبتقول جدته للشرطة إن هي اللي كانت بتربيه وهو صغير. وفي نفس الوقت بيكون جاك ماسك سكينة وحاططها على رقبة آني، وهي بتفضل تطلب منه ما يقتلهاش. وبيقول لها إنه مش هيقتلها بس بيبدأ يتهجم عليها. وفي الوقت ده هي بتنهار تماما، وبتكون مامتها عمالة تدعي إن بنتها تفضل عايشة. وفي اليوم السادس بتكون آني متغيرة وساكتة طول الوقت. وبيوصلوا بعدها البيت، وبيقول لها جاك إنها تدخل وتظبط نفسها هناك. وبتروح آني للمية عشان تغسل وشها، وبتلاقي قدامها مراية، فبتبدأ تغضب أكتر وتغسل جسمها. وبتفضل آني وقتها تعيط كتير جدا. وبيقول لها جاك تفضل في البيت وهيرجع لها بعد وقت. وبتفتح آني التلفزيون وبتلاقي الأخبار في كل مكان، وبتشوف مامتها وهي بتطلب من جاك إنه يسيبها. وبيرجع جاك وبيقول لها إيه اللي سمعته ده، فبتقول له إيه، وبيشغل التلفزيون وبيشوف الأخبار. فبيتعصب وبيكسر التلفزيون، وهي بتقول له إحنا كده هنحتاج عربية جديدة. فبيطلع جاك وبيقول لها يلا ندور. فبتقول له أنا مقصودش إن أنت خطفتني. فبيقول لها جاك إنه تعب من الوحدة. وبيمشوا بعدها وبيروحوا مكان تاني، وبيسرق جاك عربية تانية عشان يكملوا بيها طريقهم. وبتاخد آني الشنطة من العربية بس بتسيب الدبدوب اللي كان اداهولها جاري في العربية القديمة. وبتوصل أخبار للشرطة عن مكان العربية، وبيلاقي مايك ورقة جوه الدبدوب. وبيعرف إن آني مش بعيدة عن المكان اللي هم فيه. وبيكمل جاك طريقهم وبينزلوا البيت تاني، وبيكون في راجل بره معدي بالصدفة وبياخد باله إن في ناس في البيت. وبيحاول وقتها ياخد جرعة جديدة من المخدرات بس بتكون خلصت، فبيتعصب جدا وقتها. وبيلاحظ حركة بره البيت، فبيطفي النور وبيقول لآني شوفي في حد بره ولا لا. فبتقول له إنها مش شايفة حاجة. بس وقتها الشرطة بتكون بره، وبتقول له آني إنه هيكون بخير وهي مش هتخليهم ياخدوه للسجن. وبتكلمهم وقتها وبتقول للمايك إنها بخير. فبيقول لها مايك تقول له إنهم مش هيضربوا نار ويتعاونوا مع بعض عشان يوصلوا لحل بينهم. وبتقول له آني إن جاك عايز يتكلم مع جدته، وبيحاول مايك يحقق له الشرط ده. وبتكلمه جدته وبيقول لها إنه خايف من الشرطة وإنه كده هيقتلها وبعد كده هيقتل نفسه. فبتقول له جدته إنها هتفضل تدعي له وتصلي علشانه. وبتقفل الخط. وبيقول توني لآني إن دي طريقتهم الوحيدة عشان يطلعوا. فبتقول له آني أو ممكن يقتلونا إحنا الاتنين.
مبسوطين، وبيطلع جاك ومعاه آني وبيقول له مايك محدش هيقرب له بس يسيبها، ووقتها بتفضل آني تخلي جاك يهدى ويثق فيها، وفجأة بتبعد وبتجري على مايك، وبتروح الشرطة تاخد جاك، وبيطلع مايك وقتها الدبدوب لآني وبيقول لها يلا نرجع البيت، وبترجع آني تاني لأهلها، وبيتسجد جاك لنهاية حياته. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة. أتمنى الفيلم يعجبكم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.